ده مش حاطه ولا نقطه ميك اب، لان النهارده هنجرب البيبي كريم ده من ماي واي. ليه جبت البيبي كريم ده اتكلم عليه واعمل عنه ريفيو خاص؟ البيبي كريم ده سعره 12 جنيه، فهو لو طلع كويس يعني هيبقى حاجه رخيصه جدا لكل البنات اللي في الكليه وعايزين حاجات رخيصه يستخدموها لبشرتهم، وفي نفس الوقت ما تبقاش صيني وبتضر بشرتهم، لان ده معاه ترخيص وزاره الصحه. فطبعا هو لو طلع كويس هيبقى مش ضار بالبشره. انا حقيقي لسه لحد دلوقتي ما جربتوش، ما اعرفش ثباته عامل ازاي، ما اعرفش الكفرج بتاعته عامله ازاي، ما اعرفش اي حاجه. زي ما انتم شايفين المنتج اصلا لسه مقفول. فلو عايزين تعرفوا رايي عن المنتج ده ونجربه سوا تابعوا معايا لحد اخر الفيديو. انا للاسف كنت براجع الفيديو اللي فات وانا بحط البيبي كريم، فلقيته اوت اوف فوكس، فسوري بقى على الموضوع ده. بس هو ده عامه، انا كل اللي عملته وزعت البيبي كريم وحطيت باودر شفافه تحت العين وحطيت بلاشر وروج وماسكارا بس كده. رايي المبدئي عن البيبي كريم ده ان هو حلو جدا كحاجه يوميه. بس لو عندك عيوب كتير في البشره مش هينفع معاكي، لان هو التغطيه بتاعته خفيفه جدا، بس هو مجرد بيدي ضي للبشره وبيوحد لون البشره. لو انتي برضو بنت بشرتك فاتحه مش هينفع معاكي. ده الرأي المبدئي فيه. دلوقتي الساعة 6، انا هنزل وهعيش بقى اليوم بتاعي وهرجع لكم تاني واقول لكم رأيي ايه فيه، هل اتحرك ولا لا، عمل خطوط ولا لا، ثبته كويس ولا لا. بس عامة انا لأول مرة انزل من غير ما اثبت كل بشرتي بالباودر، لان هو مش محتاج ده. فتعالوا يلا في خلال اليوم نشوف مع بعض البيبي كريم ده شكله هيبقى عامل ازاي. دلوقتي الساعة بقت 11، ده معناه ان انا كده حاطة البيبي كريم بقالي 5 ساعات. تعليقي فيه ورأيي فيه، اولا هو مازال دلوقتي موجود. انا كنت متوقعه ان هو ممكن يخطط، او كنت متوقعه ان هو هيتأكسد او يروح. لا، هو مازال لحد دلوقتي موجود، بس فيه كذا عيب. اولا لازم تحطي تحت عينيكي لو عندك هالات سودا تحطي كونسيلر، لان هو مش مغطيه كويس وشكله مش لطيف. تاني حاجه، لو انتي افتح مني مش هيليق عليكي، لان هي الدرجه دي يا دوب على درجتي بالظبط. فانتي لو افتح مني مش الفاونديشن ده مش هيبقى مناسب عليكي، البيبي كريم ده مش هيبقى مناسب، وهتضطري تجيبي نوع تاني لان دي افتح درجه فيه، هو نازل درجتين بالظبط. كتغطيه كويس، مش بيخطط مش بيأكسد. كسعره الصراحه انا عجبني جدا بالنسبه للسعر بتاعه. يعني انا كنت متوقعه ان انا هجيبه اعمل عنه ريفيو هيطلع وحش وهرميه، بس انا لا، بفكر ان انا فعلا استخدمه. ممكن علشان يعني ثبات ليه اكتر، ممكن تغطي بشرتك كلها باودر، بس انا بالنسبه لي هو كويس والصراحه مبهوره بيه وعجبني. وهو ان شاء الله مش هيطلع حبوب، لان هو مكتوب عليه ان هو البشره المعرضه لحب الشباب، وفي نفس الوقت هو معاه تصريح من وزاره الصحه، فما اظنش ان هو هيبقى فيه حاجات مضره، فهو كاستخدام يومي حاجه كويسه جدا. ده كده ريفيو عن المنتج. اتمنى ان الريفيو يعجبكم، ولو عايزين اعمل لكم ريفيوهات تانية عن منتجات تانية قولولي. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.